يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا صباح الخير ويا صباح البركة بيوم جديد من أيام الشهر الفضيل. كيفكن صبايا؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير وانتم عم تتابعوا فيديو اليوم. بدي رحب بكل الصبايا الجداد اللي انضموا لقناتي. أهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا عم تتابعوني، نورتوا القناة. ما شاء الله رمضان السنة كتير ما شاء الله هيك يسر وعم يمر الوقت من دون ما نحس عن جد. فهيك الله يكتب لنا نصيب من المغفرة والرحمة والعتق من النار، ويبلغنا ليلة القدر بإذن الله. بعد ما قرأت القرآن هيك فترة الصباحية وتروحنت، كان في عندي هذا الحمام، والله بده تنظيفة يعني. البلور تبع الدوش، عادة يعني هيك بعد كل حمام حمامين يعني بيصير في هيك عليه ترسبات أو نقط يعني. فجبت والله هيك رغوة وحطيت لها شوية كلور مشان ينضف يعني. ليفته كتير منيح من جوا أول شي ونشفته، بعدين من برا ليفته وهيك كنت عم نشفه بهذا الجهاز هذا اللي بنمسح فيه البلور عادة. بس كمان كتير ظريف للبلور تبع الحمام. وهيك والله كتير ما شاء الله نظف وصار يلمع. هلا أنا عندي تعليقة بالحمام مشان البشكير، بس هو جاي شوي هيك عالي على إيدين الأولاد الصغار. فكرمال الأولاد أنا ركبت هاي القطعة وصيتها من شيئين وحطيتها مشان طول إيدهم يعني. وأنا هيك عم غير المناشف تبع الحمام، لقيت هاي القماشة اللي كمان كانت يعني من بين المناشف اللي غاسلتهم نشفانة، فقلت خليني هيك أركبها يعني. صايرة عم رتب الحمام ونظفه يعني. فوالله هيك ركبتها وقلت خليها تكون كمان هيك جاهزة يعني للاستخدام. هون الصبايا، آخر مرة كنت فيها بالشام ب2015، وأنا بتمشى بشوارع الشام القديمة. أخدت هدول اللوحتين، وحدة لبائع التمر هندي والتانية لتمثال القائد صلاح الدين الأيوبي. فهيك والله جبتهم معي وقلت بيضلوا ذكرى يعني من الشام. بعدين في عندي هون زريعة، ما شاء الله مع بداية الربيع الأوراق اللي هيك القديمة صايرة لحالها عم تهر وعم تطلع وأوراق جديدة يعني، وحتى الزهر جديد عم يطلع. فقلت خليني أشيل كل شي هيك ورق أصفر وهي مشان ما يأذي الورق الأخضر الجديد اللي عم يطلع.
كل شي ورق هيك جاي يابس أو عيدان يابسة بقلب النبتة شلتها كلياتها، وكمان جبت هاي القطعة اللي هيك بتحرك التربة، حركتها للتربة مشان تتنفس يعني، وسقيتها مي. وبعدين جبت هاي النبتة التانية اللي عندي إياها بطبيعتها هي بتطول نبتة البوتس، ف آمم جبتلها كنت stand بيجي على شكل قلب هاد، فركبتلها إياها مشان تكون هيك متل سنادة لإلها، وبنفس الوقت كمان بيعطيها هيك شكل حلو يعني. إي والله سقيتها وحطيتها يعني بالمكان اللي أنا باحط الزريعة. فبعدين بلشت قلت خليني شوي شوي ضبضب بقى شيل هاي القطعة، يعني كل ما هيك كان في عندي زريعة مثلا جديدة جايبتها بدي زيدلها تربة أو أحطها بعلبة تانية، فبستخدم هاي القماشة يعني مشان ما وسخ الأرضية أو يعني المكان اللي عم بشتغل فيه. فإي والله ضبيتها ومسحت الطاولة كمان. بدي في عندي هلأ نص ساعة زمان وبدي أروح أجيب ولادي من المدرسة، فلازمني هاي الرقائق تبع العجين، لأنه اليوم مقررة بدي أعمل أكلة الأوزي، ف بدي أجيب من هاي الرقائق مشان هيك راح أخلص ضبطبة وأطلع على السوبر ماركت قبل ما أجيب ولادي من المدرسة. لأكلة الأوزي بيلزمها لحمة هيك شقف، وكمان بازاليا ومكسرات محمصة، وطبعا رز وشو كمان وهي سمنة البلدية. فأول شي هون جبت اللحمة الشقف حمصتها شوي بالزيت وبعدين ضفتلها مي، قشيتلها الزفرة تبع اللحمة، وبعدين جبت الباقة العطرية حطيتها فوق اللحمة وملحتها وسكرت عليها تقريبا، يعني ما بتاخد وقت كتير بطنجرة البخار، يعني من 20 دقيقة هيك، ب20 دقيقة بتصير يعني بتكون جاهزة اللحمة مستوية وخالصة. بعد ما مروا ال20 دقيقة على طنجرة البخار استوت اللحمة كتير منيح، وهيك حطيتها على جنب مشان بلش بفتة المكدوس. يعني صراحة هاي الأكلة شوي فيها يعني كذا خطوة يعني، وهي فيها لبكة بصراحة، بس أنا صار لي زمان مو مساويتها، وسبحان الله هيك الصائم برمضان يعني بيشتهي على أكلات. إي والله، وأنا بصراحة بشكل عام يعني ما كل يوم بعمل هاي الأكلات الدسمة واللي بتاخد وقت كتير، يعني مثلا يوم بعمل هيك أكلة، تاني يوم بساوي شي يعني شي خفيف، أكلة خفيفة هيك. فالمهم بلشت بالحشوة اللي بدي أحطها بقلب الباذنجان. هيك متى ما انقلت البصل شوي حطيت اللحمة المفرومة وحطيت لهم ملح وفلفل، حركتهم مع بعض منيح لحتى استووا، وسكرت عليهم الغطا. بعدين بدي ساوي الصوص كمان هذا لفتة المكدوس. حمرت البصل مع دبس البندورة، وبعدين ضفت البندورة المقطعة، بدي خليهم يتسبكوا مع بعض منيح، يعني ما بياخدوا وقت، شي 10 دقايق. بضيف فوقهم ملح وفلفل أسود كمان. ما بكتر بهارات بالأكل صراحة، يعني أنا بطبيعتي ما بحط بهارات كتير، يعني إلا اللي يعني البهارات اللي هي لازمة للأكلة.
فاي والله وهيك بغطي عليهم ولحتى يستووا. طبعا هذا الصوص بدي خليه بعدين يبرد يعني، لأنه هي فتة المكدوس من الأكلات اللي بتتاكل هي باردة يعني. تمام. حتى اللحمة المفرومة يعني بدي خليها تبرد يعني مشان بعدين أحشي فيها الباذنجان. هون عم ساوي البدوة كمان هي لفتة المكدوس. حطيت يعني تقريبا نص كيلو لبن زبادي ومعلقة طحينية وتوم وكمان عصير نص ليمونة ورشة ملح، وهيك حركتهم مع بعض كتير منيح لحتى صار القوام متجانس. كمان بهذا الوقت كنت مقطعة خبز لمكعبات. هذا الخبز اللي بنحطه للفتوش يعني للفتات بشكل عام. قطعته مكعبات وحطيته بالقلاية الهوائية بدون زيت يعني. فبعدين جبت هدول الباذنجان طبعا الأساسيين بأكلة فتة المكدوس. عم قشرتهم هيك بهذا الشكل يعني، محل اترك القشرة وشوي قشر يعني هيك. المهم حطيتهم بقلب الزيت وتخليهم هيك يتأمروا وياخدوا تأميرة حلوة. هلا أنا برمضان ما بعرف صبايا إذا أنتوا كمان هيك مثلي. بحب هاي الأكلات اللي بتكون باللبن، يعني سواء اللبن المطبوخ أو اللبن يعني بارد، مثل مثلا فتة الدجاج أو المكدوس أو حتى فتة الحمص يعني. فهيك والله طالعت الباذنجانات خليتهم هيك كتير يعني ينشفوا ويصفى الزيت منهم. قعدت بالدراس وحطيت هالحشوة وقلت خليني هيك أحشي هالباذنجانات. لأنه هلأ بس خلص الكمية كلياتها وأحشيها. بدي أحط هدول حبات الباذنجان بقلب الصوص الأحمر يلي ساويته. بس مجرد ما هيك يعني حطهم شوي وبشيلهم يعني مشان بس يتشربوا نكهة الصلصة تبع البندورة والبصل. بعد ما خلصت تطبيق أغراض يعني أواتيل فتة المكدوس، الحشوة الصوص وكمان حشيت الباذنجانات وعملت البدوة اللي هي يعني الزبادي، وكمان قليت الخبز حطيتهم كلهم على جنب لأنه هي فتة المكدوس يعني بتطبق تطبيق وهي أكلة باردة يعني. فهون بلشت ساوي حشوة الأوزي. طبعا هي يعني أكيد بيلزمها الرز. رز غسلته منيح وبلشت أطبخه يعني. حطيت له ملح وقليته شوي أول شي بالزيت، بعدين حطيت له ملح وراح أحط له مي سخنة وغطيه لحتى يستوي. كمان بهذا الوقت هلا أنا عندي زائد الرز بيلزمني بازاليا وكمان قلوبات يعني. مثلا شو متوفر فرضا كاجو أو لوز. راح أحمصهم كمان مشان يكونوا جاهزين حطهم بقلب الأوزي. وطبعا نحن بقبل بوقت ساوينا اللحمة يعني اللحمة مستوية. هون آخر خطوة هي لحشوة الأوزي. عندي المكسرات. راح أحط شوية لوز حمصهم هيك. أول شي بحط اللوز لأنه بياخد شوية وقت يعني أكتر من الكاجو. الكاجو دغري بيتحمص يعني ما بياخد وقت. فهون هيك بياخدوا شكل بعد ما تحمصوا. راح أبلش بقى بتطبيق أقراص الأوزي. هون عندي الرز يعني برد وكمان البازاليا حطيته واللحمة كمان طبعا بردت مشان هلأ بس شكل الأقراص ما ينتزعوا يعني، لأنه هاي الرقائق بتضلها يعني رقيقة ويعني مشان يكون شكلها حلو.
هون قسمت الطبقة هيك طبقة بتجي كبيرة يعني تستخدم للحلويات عادة، بس كمان كتير ظريفة لأكلة الأوزي. بحط يعني هيك طبقتين، وبعدين كمان بحط طبقتين بغير اتجاه، بحيث مشان بس لف القرص يعني ما هيك يعني يكون هيك ماسك حاله يعني ما يفتح بهذا الشكل يعني. وعندي هلا انا احنا يعني بالبيت 5 اشخاص، انا وزوجي وعندي 3 اطفال، الله يخلي لكم اولادكم. راح اعمل 6 اقراص يعني، وحدة هيك زيادة يعني. بهذا الشكل. طبعا هلا بعد ما اشكلهم كلياتهم بدي احط لهم بدي احط فوقهم لوز ني، وكمان السمنة البلدية طبعا بتعطيها هيك طعمة كتير طيبة ولون كتير حلو بعد ما ينحط الأوزي بالفرن. بس طبعا هلا يعني حسب شو متوفر عندكم، إذا في سمنة بلدية كتير ظريف يعني. آخر شي طبعا بلشت بشوربة البروكلي، لأنه البروكلي من الخضروات اللي بتستوي فورا يعني ما بتاخد وقت، يعني 10 دقايق بتكون جاهزة يعني الشوربة. هون أول شي قليت صدر دجاج مقطع، وكمان بدي أضيف لهم نص بصلة مفرومة. هيك فرو يعني حركهم مع بعضهم مشان ياخدوا لون حلو. ونفس الوقت هيك يستوي البصل شوي. بعدين بدي أضيف لهم جزرة هي مبشورة يعني بشرتها، وكمان بدي أحط فوق الجزرة ذرة كمان بتعطيها طعمة كتير طيبة لهي الشوربة. سبحان الله الأكلات اللي بيكون فيها يعني الشوربات اللي بتكون فيها بروكولي وكريمة طيبة الذرة فيها، حتى الريحة تبعيتها كتير طيبة يعني. فهون ضفت الذرة، وكمان هيك راح اقلبهم كم تقليبة مع بعض، وراح اضيف فوقهم البروكولي بعد ما قطعته وغسلته كتير منيح. ما راح اضيف اي نوع بهارات للشوربة، بس راح احط مكعب ماجي وشوية ملح يعني. وبعدين راح اضيف فوقهم مي بحيث هيك يعني تنغمر الخضرة. وبعد ما اضيف المي بصراحة ما بياخد وقت، يعني 10 دقايق بتكون الشوربة جاهزة. فمشان هيك انا عملت حسابي يعني بعد ما سكر الغطا على الشوربة يعني هيك جهز السلطة، يعني لأنه ما بعرف أنا السلطة أساسية عندي على الإفطار. هون بعد ما ضفت المكعب الماجي راح أحط فوق المي المغلية، بس طبعا حاولوا ما تكتروا مي يعني مشان هيك الخضرة والدجاج وهذا كله طعمته يعني هيك تكون ثابتة، يعني ما لأنه إذا كترنا مي بتروح طعمة الخضرة والدجاج. مشان هيك بهاد يعني بهاي الكمية بتكفي. وكمان هلا بعد ما هيك ياخد غلوتين راح اضيف فوقه الكريمة، كريمة الطبخ. طبعا هي الكريمة كمان تعطي طعم كتير طيب للشوربة ولون حلو. حسب انتو شو بتحبوا يعني كاملة الدسم او خفيفة الدسم، يعني حسب شو بيناسبكن. بس عن جد يعني ريحة بتشهي كتير، ريحتها طيبة ما شاء الله، والطعمة أكيد يعني طيبة. فاي والله هون هلا هيك رح سكر عليها و10 دقايق تكون جاهزة. بلشت هون طبق فتة المكدوس. جبت الخبز اللي هيك حمصته بالخلاية الهوائية طبعا بدون زيت، يعني صحي انه. فراح احط الصوص الاحمر فوق هذا الخبز مشان هيك يكون يعني هيك يكون الخبز مسقسق ما يكون ناشف. وراح نزل فوقهم الصوص الزبادي والطحينية اللي عملتها. وهيك راح صف الحبات الباذنجان اللي حشيته باللحمة المفرومة. واخر شي راح نزل فوقهم المكسرات، يعني هيك الطشة تبع الزيت والمكسرات. وطبعا أنا كنت مفارمة يعني السلطة قبل بوقت. هون عم ساوي الصوص اللي بحطه للسلطة، نعناع يابس وملح وزيت زيتون ودبس رمان، وكمان خل تفاح هذا أساسي يعني
كتير ظريف يعني هيك، يعني كتير منيح مشان أكلات رمضان وهيك الواحد ما يسمن يعني كتير. فإيه والله هيك بحط الصوص ويعني بحركهم مع بعضهم مشان ياخدوا طعمة الخلطة اللي عملتها. هون كان باقي 10 دقايق للأذان، فبلشت حط الصحون وهيك رتب السفرة وجهزها يعني. حطيت السلطة وبعدين العصائر، وكمان طالعت هلأ أقراص الأوزي من الفرن، هيك شكلهم وريحتهم بتجنن. بلشت اسكبهم كمان بقلب الصحن، ويعني هيك لبين ما اسكب الأكل بيكون إن شاء الله صار وقت الأذان يعني. شوفوا صبايا قديش اللون تبعهم حلو، وكمان هيك ما شاء الله سخنين وريحتهم كتير طيبة. إن شاء الله إذا مو مجربينها جربوها وكتير رح تدعولي عليها، يعني أكلة كتير طيبة. وآخر شي كمان سكبت الشوربة وحطيتها، وهيك كان هذا إفطارنا اليوم. يعني إن شاء الله يكون هيك عجبكم. وعن جد الشوربة طلعت كتير طيبة، عن جد ما شاء الله بتجنن ريحة وطعمة. يا سلام. زوجي كان عاجبه الأكل وعم يعطي رأيه، صحتين وهنا على قلبه. هيك كان فطارنا اليوم. هون بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. إذا عجبكم لا تنسوا تشتركوا بالقناة وحطوا لايك، وإن شاء الله تضلوا بألف خير، والله يديم علينا الأمن والصحة والعافية علينا وعليكم جميعا يا رب.